عن بعد مجيء جنازة السيد رضا الشيرازي رحمة الله عليه. هذا السيد النجيب العالم الطيب الحنون، فرد نسخة، هذا نسخة يعني فريد واقع. أنا أحكيها عن عقيدتي، عن إيماني، عن علاقتي الحقيقية بس. هذا المؤمن على كل حال، وصفه إني ما على كل حال. أنا كنت في إيران، هي قبل ما وفاته يعني ب10 أيام كذا، هو أجاني للبيت وأنا زرته. على كل حال شلون سبحان الله سبحان الله. اللهم لا اعتراض على أمرك، اللهم تغمته برحمتك وانزله فسيح جنتك. على كل حال في اليوم الثاني أو من يوم الثالث من وصوله، يوم الثاني من وصوله إلى كربلاء ودفنه وشيء، صار لمجلس في صحن الحسين عليه السلام، وقرأت وحنيت من قلب وقلت لهم: يا جماعة يا مؤمنون أيها الجمهور الكريم، هذا المجلس فاتحة منصوب على روح سماحة آية الله السيد رضا الشيرازي رحمة الله عليه. ترحمت الناس كلها، وقرأت وحنيت وقلت هاي تروح لشموع هالونة وهالحنة، ونفس المجلس هذا هم نهدي ثوابه إلى رحمة الله عليه. على كل حال بعد 3 أيام من هذا المجلس أنا بالرؤية شفت سيد رضا. أي والله، طلع ذيك الشوفة وبيده وردة حمرة جوري منها الممتاز هذا المحمدي، وشم بيها ويبتسم. قلت له: سيدنا حلوة هاي الوردة، منين لك؟ قال: مو أنت وديت لي حديقة؟ منتبه شنو؟ تبين هاي القراية اللي قرأتها إلى وهاي التعزية وهذا الثواب وصل إلى بهاي الصورة، حديقة غناء. يقول لي: هاي منعتها الوردة. أي الحمد لله، الله تقبل وأوصل. فمعناه أيها الشباب أيها المؤمن، أحسن ما يقدم الإنسان لآخرته ولأمواته رثاء الحسين والبكاء على الحسين والأنين على الحسين.